اتفضل. يا نجيب بيه، يا نجيب بيه، شفته يا نجيب بيه، شفته، انا شفته بعيني دول. مسعد؟ لا مسعد ايه، شفت الافيش، افيش فيلم حرامي الحله، سعد نصار، شفته على الطريق وانا جاي، انا مش قادر اصدق نفسي، مش عارف اعيط من الفرحه ولا ابكي من السعاده، اعمل ايه؟ انا شفته بعيني. مبروك يا حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك. ربنا بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه وحرامي الحله. الحمد لله، ربنا بس يكتب لنا النجاح. بقول لك يا نجيب بيه، عايزين نتبع عجل. ليه؟ عشان ربنا يبارك لنا. ماشي يا سعد، نذبح عجل. بس قول لي، هي الافلام الامريكاني اللي بتجيب ملايين دي بيذبحوا عجل برضه؟ اكيد لا، بس احنا دي تقاليدنا في مصر. انت عايز ربنا يبارك لك بجد، عارف تعمل ايه؟ ايه؟ تروح تفرح ابوك وامك واخواتك. انا فعلا نصار وكريمه وحشوني، وهيفرحوا قوي كمان. وده حقهم، روح لهم فرحهم يا سعد. والله انت راجل طيب، عشان كده ربنا بيبارك لك، عشان هنا ابيض. انت كمان ابن حلال. بجد؟ طبعا. شغل؟ ايوه. هنا؟ ايوه حضرتك. هتشتغل ايه؟ هكون مسؤول عن تثقيفهم او الترفيه، اي حاجه. ايوه بس المرتبات هنا ضعيفة جدا. حضرتك انا مش فارق معايا الكلام ده. طيب مفيش مانع ان احنا نجرب 3 شهور. متشكر جدا. الله، حلو قوي يا سعد. اللي ربنا يخليك ليا ويبارك لك عقبال ما نجيب شبكتك. القصة مش قصة هدايا ولا فلوس، القصة قصة إن أنت طلعت أصيل وثمرت فيك العشرة والتربية يا سعاد. وحشتنا قوي يا سعد. هو ايه بقى يا سعد، احنا مش هنشوفك كده غير كل فين وفين؟ وانا ليا مين في الاخر غيركم؟ ما انتوا اهلي. والله انا لو اطوع روحي اجيلكم كل يوم. تعالى كل يوم واتغدى معانا وبيت كمان. ربنا ما يحرمني منكم. انا فرحان دلوقتي اني شفتكم اكتر ما شفت الافيش. شفت الأفيش؟ صورة كبيرة بالالوان، اعلان للفيلم بتاعي، بطولة سعد نصار. طب كويس إن اسم نصار موجود. وهيفضل موجود لاخر يوم في عمري. بقول لك ايه، انا مش هسيبك تمشي النهارده، هتبيت معانا. ايوه والنبي يا سعد. لا انا همشي، بس اوعدكم ان انا هاجي كتير الفترة الجاية، ولازم تشوفوا الفيلم. والله يا سعد انا حاسه انك هتبقى احسن نجم في الدنيا. اسمه إيه الفيلم ده يا ولا؟ اسمه حرامي الحلة. بس كده. ايه وحش؟ لا يا حبيبي، حلو حلو قوي. حرامي الحله ده جميل خالص. ومين بقى اللي عامل دور الحرامي؟ انا. لا يا رب ينجحك انت والحله وكل اللي يشوفك كمان. وعندئذ صاح به عبده وأراد أن يفهمه أن كل ما قاله اللي هو سليم لا يهم ولا يخصه ولا يثبت عليه شيئا. فاهمين حاجة ولا إيه؟ لا. مش مشكلة. المهم دلوقتي عايزكم هتغمضوا عينيكم، تركزوا كويس وتسمعوا اللي أنا بقوله وتحسوه. ماشي؟ وبعد ما أخلص هتقولوا لي حسيتوا بإيه. ركزوا كويس عشان القصيدة صعبة. طيب قبل أي حاجة أنتوا عارفين يعني إيه كمان؟ طيب الكمان هو الكمانجة. انا عارف. جدع هشام. عرفتوها؟ هي دي كمان. يلا هنغمض عينينا بعد 3. 1 2 3. بيقول الشاعر العظيم أمل دنقل: لماذا يتابعني أينما سرت صوت الكمان؟